السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع أم عبد الله أتهوم أم عبد الله في البيت. والنهاردة أعمل لكم لانشون الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات من بيتك، مش هتشتري من بره تاني. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد. ندخل على المقادير على طول. شريحة بانيه 100 جرام، ممكن أقل كمان، أو شريحة من صدر فرخة المتاح عندك. معلقة خلطة برجر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، فص توم مفروم، ربع معلقة بهارات فراخ، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة بابريكا، ربع كوباية زيت 50 مللي، ربع كوباية نشا، معلقتين كبار، 4 بيضات كبار في درجة حرارة المطبخ أو 5 صغيرين، 6 قطع جبنة مثلثات، ممكن من 4 ل5 قطع المتاح عندك، مرقة فورية. وندخل على الطريقة على طول. ناخد قطعة البانيه نفرمها فرم ناعم، بعد كده نجيب الخلاط ونحط فيه البيض ونضربهم، بعد كده نحط عليهم البهارات كلها، بعد كده نحط عليهم البانيه المفروم الناعم ونحط عليهم كيس المرقة. وانا هنا مش بحط على الخليط ملح لان المرقة بتبقى مالحة شوية. بعد كده نضرب كل ده مع بعض، بعد كده نحط الجبنة على الخليط ونضرب كل ده مع بعض، بعد كده نحط الزيت ونضرب مرة تانية. وده القوام اللي وصلت له بعد المكونات ما اختلطت مع بعض كويس. بعد كده نحط النشا ونضربهم مع بعض كويس. وملحوظة مهمة جدا، ما تحاوليش تزودي في النشا لان طعم النشا هيظهر بعد ما اللانشون يستوي، وهي ربع كوباية النشا مظبوطة جدا. وده شكل الخليط بعد ما ضربناه كويس، وده قوام مظبوط زي ما انتوا شايفين في الفيديو، لا هو خفيف ولا تقيل. بعد كده نجيب اي علبة متاحة عندك، علبة لبن، علبة جبنة، علبة عصير، تكون ناشفة كويس ما فيهاش ولا نقطة مية. بعد كده نجيب العلبة وندهنها دهن خفيف خالص بشوية زيت، نصب الخليط فيها ونخبطه خبطتين علشان نتخلص من اي هوا فيه. بعد كده نغطي وشها بمنديل مطبخ وورق فويل عشان بخار المية مش ينزل فيها وهي بتغلي على النار. نجيب ورقة فويل كبيرة ونلف فيها العلبة كويس من كل الجوانب زي ما انا بعمل في الفيديو. وانا هنا غطيتها بورقتين فويل عشان اتأكد ان المية مش هتوصل لها. ودي هي اسهل طريقة تعملي بيها اللانشون، واسهل من انك تحطيها في اكياس لان احيانا بتفرقع من كتر الغليان، او في كوبايات بتتكسر من كتر الغليان. العلب دي مش بيلزق فيها الخيط حتى لو مش هتدهنيها زيت، بس الاضمن انك تدهنيها بشوية زيت. بعد ما تأكدنا ان احنا غلفناها كويس، هنجيب طاجن فخار صغير ونحط جواه العلبة بالشكل ده ونحطها في المية المغلية، ولازم يكون مستوى المية المغلية في نص العلبة، ونغطي الحلة ونسيبها لمدة ساعة. بعد الساعة نختبرها هل استوت ولا لا بخشبة خلة او سكينة. وزي ما انتوا شايفين بنطلعها من العلبة بكل سهولة، نسيبها لحد ما تبرد، بعد كده نبدأ نقطعها. وزي ما انتوا شايفين طرية وقوامها جميل ومظبوط جدا، احسن من بره واحلى كمان، وطعم حكاية. اتمنى تجربوها، هتعجبكم جدا واولادكم هيدمنوها. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.